صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده سهل جدا وبسيط. الولاد كلهم بيطلبوه، لكن الحاجات دي بتبقى غالية جدا جدا في المطاعم. تعالوا بينا نعمله بأقل التكاليف وبصورة تحفة ولا المطاعم. يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكل لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. كان عندي طبق من الكفتة كده جاهز، طلعته حطيته في طاسة مع معلقة من السمنة علشان أسويه. عايزة تحطيه في الفرن براحتك. هنا هنبتدي نقطع 4 5 بطاطسات كده وحطيناهم في القلاية مع معلقة من الزيت، ممكن برضو تقليهم في الزيت عادي. حطينا في حلة معلقتين كبار، مش يعني من معالق الأكل من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السمنة، وهنبدأ نشوحهم لما ريحة الدقيق تبدأ تطلع، وهنبدأ ننزل عليهم بكوباية من اللبن. هنبدأ نشوح فيهم كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما تبقى كريمي كريمي كريمي. كان عندي ربع كيلو من الجبنة الموتزاريلا، نزلت بيه على شوية اللبن بالدقيق أو البشاميل بتاعنا. بعمل الحركة دي ليه؟ لأني ما عنديش جبنة بزيادة. يبقى وقت ما يكون ما عندكيش جبنة بزيادة بس عايزة تعملي أكلة مليانة جبن وبتبظ جبن، اعملي الطريقة دي تمام. سبناها كده على النار لما زي ما انتوا شايفينها كده دابت الجبنة جدًا جواها تمامًا، وكنت حبيت أخففها شوية فزودت لها شوية لبن. كل ما تحبي تخففيها زودي شوية لبن على حسب السمك اللي أنتِ عايزاه. السمك ده كان مناسب ليّا. حطيت معلقة من الكركم عشان تدّيني لون اللي هو صوص الجبنة اللي بنشوفه في المطاعم بالضبط. أحلى وصفة لصوص الجبنة بأقل التكاليف. ما استخدمناش غير ربع كيلو جبنة موتزاريلا. شوية البطاطس اللي حمرناهم جبنا ملح وفلفل كمون، بهارات فراخ، بهارات لحمة، توم باودر، بصل باودر، وهنبدأ نحطهم كلهم كده على 3 فلفلات متقطعين، طماطمتين بس يكونوا الطماطمتين جامدين. تمام. قرن فلفل حامي. قلبنا كل التوابل على البطاطس على الخضار. أحلى حشوة اقتصادية ممكن تعمليها من غير الكفتة تمامًا. جبنا الصينية بتاعتنا دهناها زي ما أنتم شايفين كده بشوية حلوين من الزيت وركناها. الكوباية اللي أنا بادهن بيها عليها يعني نصها زيت وعليها معلقة من السمنة كده تطعّمي بيها بس. بدأنا ندهن أول طبقة من الجلاش. أنا مستخدمة لفتين من الجلاش يا جماعة، هتعمل لِك أكبر كمية ساندوتشات زي اللي بتجيبيها من المطاعم. الساندوتشات السوري، تسميها كريب براحتك، بس تكلفة ما فيش تمامًا. حطينا قطع الكفتة اللي إحنا قطعناها شرايح زي ما أنتم شايفين، وعليها بقى الخلطة بتاعة البطاطس، وعليها معلقتين من صوص الجبنة. عايزة تحطي كمان صوص كاتشب، عايزة تحطي مايونيز، عايزة تحطي تومية، ابدعي في الحشوة. لفينا الساندوتش وهنبدأ نرص في الصينية بتاعتنا اللي احنا كنا دهنينها زيت. حطينا شوية من الزيت زي ما انتم شايفين كده علشان يبقى مورق وهو بيستوي. هنلف معاكم لفة كمان. بدأنا نرص في الصينية بتاعتنا، وهنجيب تاني ورقتين من الجلاش. هنبدأ ندهن أول ورقة زي ما انتم شايفين. أنا كنت جايبة الورقتين فدهنت أول ورقة، وبعدين هجيب الورقة اللي دهنتها وأقلبها. إذا الدهن في الوسط ما بين الورقتين. ادهني بقى بأي طريقة، تدهني الأولانية وتحطي عليها التانية، أو تدهني اللي فوق وترجعي تقلبيها براحتك. حطينا قطع الكفتة وعليها خلطة البطاطس وشوية من صوص الجبنة، وزي ما قلتلك أي صوصات عندك ممكن تحطيها. دهنا دهنة الزيت بتاعتنا عشان يبقى مورق، ولفينا الساندوتش بتاعنا ورصينا كله في الصينية بتاعتنا. هنعمل كله كده. ممكن تستبدلي لو ما عندكيش كفتة، كبدة، ممكن شوية بانيه تعمليهم كده مع بصل وشوية خضار وتشوحيهم كده كأنك بتعملي مثلا شاورما فراخ. ممكن شوية لحمة مفرومة. بس صدقوني اللحمة المفرومة في الوصفة دي هتديكي طعم الرقاق، لكن الوصفة دي إما بالكفتة أو قطع الهمبرجر مثلًا أو شاورما الفراخ أفضل حشوات فيها. وممكن طبعًا تعملي الحشوة الاقتصادية بتاعة البطاطس تحفة يا جماعة. الحشوة الاقتصادية دي شوية البطاطس حاطين عليهم شوية التوابل اللي بيغيّروا طعمهم تمامًا، وممكن تقلّبي عليهم على فكرة شوية صوص مايونيز، شوية كاتشب عليهم، تحفة. الورق المدوّر اللي أنتم شايفينه ده يا جماعة بتجيبيه من عند الفطاطري، اللي بيجيبه من عند الرقاق، تحفة، تحفة.
جميل أوي، ماسك يعني محمّل شوية عن ورقة الجلاش، بيبقى تحفة في الوصفة دي، وبتلفّيه اللفة اللي أنتِ شايفاها دي، تمام، بتعمليه مربع كده وترصيه برضه في الصواني بتاعتِك، وبتتعاملي معاه بنفس اللي أنا الوصفة اللي إحنا عاملينها تمام، وبتحطي برضه صوص الجبنة جوّه، ممكن تحطي مايونيز جوّه، ممكن تحطي أي حاجة، صوص كاتشب. أنا هنا كان صوص الجبنة خلص فاستخدمت المايونيز، كاتشب، زي ما قُلت لِك كده لو عندِك شوية تومية، طبعًا التومية سهلة ومكوناتها بسيطة جدًا، بندهن في الوسط عشان لمّا تيجي تستوي في الفرن تبقى مورقة ما تبقاش عجينة من جوّه. هنبدأ نرص الصينية هتاخد 3 قطع من المربعات دي. رصينا الجلاش بتاعنا وخلصت ساندوتشاتنا، هنبدأ نرص بقى عليه صوص الجبنة بتاعنا، ممكن لو مش عايزة تعملي صوص الجبنة وعندِك متوفر جبنة بزيادة، تشكيلة من الجبن ترصيها من فوق وتدخليها فرنِك، بس أهم حاجة دهنة الزيت من تحت عشان الجلاش والساندوتشات بتاعتنا من تحت تاخد لون وقرمشة فتبقى مستوية وتديكِ طعم تحفة. ما تنسيش إن الورقة المدورة دي لو لقيتيها عند الفطاطري تحفة، تحفة، تحفة. في الوصفة دي أحلى كمان من الجلاش. لو وصلتِ معايا لغاية هنا وعجبتِك الوصفة واستفدتِ بأي معلومة ولو بسيطة، يا ريت تعملي لي comment وما تنسونيش في الكومنتات، أنا بازعل اللي ما بيعمليش comment، ما تزعلونيش وشجعوني جدًا، جدًا، علشان أقدر أعمل لكم وصفات جميلة وسهلة وموفرة، ونعمل كل اللي إحنا عايزينه على قد إيدينا من جوّه البيت. الوصفة ما تستهونوش بيها، تحفة، طعمها عالمي، مش عايزة أقول لكم الولاد حبوها كأن بياكلوا حاجة من برّه، ودي النتيجة اللي إحنا عايزين نوصل لها. ما بنعرفش نجيب حاجات من برّه عشان غالية، نقدر نعملها بأبسط المكونات في البيت، نفذيها وهتعجبي جدًا بالوصفة. زي ما قُلت لكم أنا رشيت رشة من السمسم فوق، عندِك حبة البركة، يعني في إبداع، ممكن تبدعي باللي موجود عندِك، مش عايزة ترشي ما ترشيش، مش ممكن بدل الجبنة اللي فوق دي تحطي صوص طماطم. يا ريت تنفذوا الوصفة. باي باي، أشوفكم في وصفة جديدة.